بلا حلو الرز بلبن. الله. يلا والله يا دول انا حاسس كده ان انا هطمع وهطلب حواوشي. يا ده اطلب اللي انت عايزه يا خلصنا كشري وهطلب حواوشي. يا ده انت مدير اعمالي يا ده اطلب اللي انت عايزه يا ده يا رمزي. معقوله انت بتتكلم في ايه؟ يلا معلقه كمان معلقه كمان. يا ساتر كل ده بق. سبحان الله مغير الاحوال. ده انت لسه كنت امبارح بس حابسني في الحمام 10 ساعات علشان بقى ايه لازم اصلح التمثال قبل ما اخرج. ايوه طبعا، ما عشان التمثال انت كسرته فقلت لك ادخل الحمام وقفلت عليك عشان ايه تصلح التمثال. ليه بقى؟ ده يا رمزي من نوع التدريب اللي بيقوي الشخصيه، يعني عشان شخصيتك تبقى قويه وتبقى من العظماء يا رمزي. طب دول هو ايه الشرط بقى اللي انا ابقى من العظماء السبعه؟ يعني نفسك تبقى من العظماء وانت السبعه. بتتكلم كده اكد. بص يا رمزي، عشان تبقى من العظماء السبعه ايوه ايه البق ده؟ عايز تبقى من العظماء يعني لازم اهم المعلقه ده. اهم حاجه انك انت ايه تتجوز بقى يا رمزي. لا يا راجل. ايوه بس يا دولا هو انا بصراحه يعني نفسي ادخل دنيا يعني، بس هي مين دي اللي تستاهلني؟ والله انا عندي واحده تدخلك دنيا واخره كمان. مين يا دولا؟ حذر فنظر. فنظر ده انا اللي هقول مش انت اللي هتقول يعني. ماشي هقول لك انا يا سيدي. نجلاء اخت رانيا مراتي اللي هي ام عنتر، عارفها؟ نجلاء ام عنتر؟ لا يا دولا بس يعني اصل نجلاء يعني ايه مالها نجلاء؟ فيها ايه وحش؟ لا اصل نجلاء يعني قبل كده اتجوزت يعني وعلى ما اعتقد انها خلفت. وانا لسه ولد ولود. على ما تعتقد انها خلفت يعني هي لقب ام عنتر ده واخداه جايزه يعني ولا خلفت؟ بس ده بالنسبه لك افيد يلا. يعني انت بدل ما لسه بقى تتجوز وتخلف وتقعد تكبر في الواد، انت بتتجوزها ومعاها الواد جاهز يلا جاهز يعني. لا روح هات بامبرز بقى يا رمزي ولا ردع الواد ولا كرعه ولا حاجات دول ولا شغله بقى هنا معايا في البازار لما يكبر بقى. ما جاهز الواد جاهز وجوازها سقع يعني. ايوه دول بس يعني نجلاء يعني ما فيش ما بينه وما بينها كده تفاقم يعني. التفاقم ده لازم يبقى مهم في الزوجيه. تفاقم اللي هو تفاهم وتوافق، فدول بقوا تفاقم يعني. والله يا رمزي يعني ما تقلقش ان شاء الله التفاقم ده بيجي مع انت عايز بيجي مع الوقت يعني. ياما ناس ما كانش في بينهم تفاقم وبعدين ربنا كرمهم وبقى في بينهم تفاقم، فان شاء الله هيبقى في بينكم وبين بعض تفاقم يعني ان شاء الله. انا عارفه بنتي كويس قوي، هي احسن انها تقعد كده مش تروح تتجوز اللي اسمه رمزي ده. يا اختي ما تتجوزش ليه؟ ما رمزي حلو. بس احنا اذا نظرنا الى رمزي بشكل حيادي وبشيء من الحياديه سوف نجد انه يتصف بسمه الطيبه التي يتسم بها معظم الثدييات من نوعه في هذا الطور. لا لعلمك رمزي مش طور، هو عيل جوال وهبل لكن مش طيب، عشان ما فيش راجل طيب. خدي مني. خدش مني. ايه بقى يا ماما متجوزه ريبه عم عادل ابو حمالات؟ تعالى يا رمزي تعالى اتفضل. رمزي جه اهو. رمزي جه اهو. اهلا يا استاذ رمزي اتفضل. اهلا يا رمزي يا صديقي. حللت اهلا وسقطت سهوا يا استاذ رمزي. دول هو مين استاذ رمزي اللي هم عاملين؟ انت يا استاذ رمزي. انا؟ ايوه انت اخر الرجال المهزئين. انا خليك رمزي يا دول ايه الورد يلا بص بقى. الورد ده اديهولها. اديهولها كانك انت اللي جايبه. لا يا دول ما انت اللي جايبه اصلا. ايوه كانك انت اللي جايبه. ما تبقاش يا استاذ غبي. ماشي وبص وانت بتديهولها سبل لها. لا يا دول عيب اشتمل. ده كانت ممكن تقطع لساني او تخيط بقي. سبل لها مش سبلها. سبل يعني ايه؟ اعملها كده. اعمل كده حب يعني. بس لا انت كده مغمض كده هتخبط في الحيطه. حاضر يلا. رمزي بصوا جايب معاه هديه يا جماعه. يا الله يا حبيبي استاذ رمزي. اتفضل. النوجه جايب لك شويه ورد ايه يستاهلوا مناخير. ورد ايه يا ابو ورد يا ما جاب الغراب له؟ انا شويه جو مسلسلات التركي ده كنت فاكر لي نفسك مهند. ما انا قلت لك نجيب كفته احسن. ماما بتقول انها مش هتتجوزك لانك كوارث. بس يا ولد عيب. اجري افتح الباب. حاضر يا نوج. حاضر يا نوج. صدمة المفاجأة دي. ابو عنتر. بس بقى وانا جاي من لبنان. انت عايز تنح قوي.
اتفضل يا ابو عنتر. السلام عليكم. ايه اللي جابك يا صموله؟ انا لقيت نفسي رجلي خطفتني تحت البيت، قلت طب ما نيجي نتعشى سوا. بابا شفت ابو حمالات اللي هيتجوز ماما؟ اتجوز مين؟ طب وجوز ماما الحقيقي ايه؟ خلص؟ هتجيب واحد مكانه ولا ايه؟ في انا لا. بقول لك ايه يا صموله، اضرب فرامل يا حبيبي، وقف عندك لقوم صفر لك عداد عمرك. يا صموله ده داخل علينا يعني وفارق كلاكساتك ليه يا عم؟ ما تهدي يا عم شويه، حد داسلك على اكسدام؟ حد فسالك كاوتش؟ يا ريت دول هيسحبوا مني العربية، جايبينها سواق تاني فيها يا استاذ عادل. في ايه؟ يعني عايزين تهتموا الواد وابوه عايش وعايزين تجيبوا له مرات اب؟ ليه؟ يا صموله داخل بزعبيبك ليه علينا؟ ما تهدى شويه يا عم. لا يا دولة لا، بصراحة يعني والحق يتقال، صمولة عنده حق في كل اللي هو بيقوله. انت فاهم ايه اللي بيحصل يا غبي؟ لا. جنب خطيبتك اجري. خطيبتي ماشي. يا استاذ صموله، الحقيقه ان هو ما جوزهاش، بس دي كانت اول ستاب. انا عارف انه استبن وفرد رجل مجرية في كاوتش العربية. افترسوا من غدا صمولة، افترسوا من غدا صمولة. لا بقول لك يا صمولة، لا لحد هنا لا يا عم، انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. تعمل ايه؟ ما انا لو قلت لك هتعرف. مفيش داعي للهزار دلوقتي. شايف يا استاذ عادل انا بتهزق في بيتك. طب ما ده حاجة عادية يعني، عايز ايه؟ ما انت اصلك داخل عامل زعبيب ليه؟ في ايه؟ فيها صمولة يعني البيت ده ما فيهوش راجل يقدر يرد عليك ولا ايه؟ ترى ايه يا ابو ياسمين، وانت هتحترمه ولا ايه؟ ده ابن تفيده، وانا بقى هوريك ابن تفيده يتعمل فيه ايه. تعالى لي هنا. استاذ علي ليه؟ استاذ علي انا مش هسكت، صمولة مش هيسكت. بكل سهولة اتضرب صمولة، يا خسارة الرجولة. ايه الكوبايه خلصت، ما انتش مكسوف من نفسك على الصوت ده؟ بطل دناوه. دمك شربات يا نوجة. يا سبحان الله، انا فاكر ان انتوا كنتوا واخدين بعضكم عن حب انت وصمولة، وفاكر كويس قوي ان هو قطع شرايين ودانه لما اهلك رفضوه، وانت كمان شربت مبيد حشري ساعتها لما اهلك رفضوا. اسكت يا اخويا، كانت ايام سودا. لا قولي لي يا نوجة، هتعملي ايه بقى مع صمولة؟ ده محسسني انه هيفنجر نفسه بقنبله موقوفه لو احنا يا اخويا سيبك منه، ده فنجري بق، كان راح يتشطر على جوز امه اللي هرق فيه ضرب لحد ما خلاه شبه كروات الشطرنج. والله عندك حق يا نوجة، عندك حق يا اختي. ياه قال ايه مفكرني ان انا هطفي السجاير في قفا الواد عنتر لما هنتجوز، ما يعرفش ان عنتر هو اللي هيطفي السجاير في قفايا. لازم يحبك. المهم ام عنتر هتحبني امتى؟ بس بقى يا رمزي خلينا في الواد والمستقبل مش فينا احنا. الواد ما بيحترمكش. عادي يعني، هي هتيجي على العيل. يا اخويا افهم، ده طول النهار والليل بيقول عليك ابو حمالات ابو حمالات. اسم الله على ابوه اللي شبه سيد قشطه وهو بيتاوب. اعمل لي كده. طب بص، لو عايز الولا يحبك انا عايز ام عنتر تحبني. اختشي بقى يا رمزي. يوه، هات له لحمه راس، الواد بيموت فيها. لحمة راس؟ ده مفجوع قوي، ده شبه دراكولا الولد. لا لعلمك بقى الواد ابني حساس جدا، بس هو الوحده اللي هو فيها دي هي اللي مش عاوزاه، انا لازم اخويه. عندك حق يا اختي، عندك حق. لازم تخاويه، ما هو اي عيل بالشقاوه دي لازم يا اما يبقى مخاوي يا اما ملبوس. انا هطلب كشري، انت هتطلبي ايه بقى؟ هات لي فته. 2 حواوشي هنا يا ابني. ايه نوج ام عنتر، استني اشوف الزبون السقع ده اهو. وي نو تماثيل النهارده شطبنا. فينش باي باي. ايه نوج خلاص مشيته اهو. عارفين كل يوم زبائن. ماشي الزبون، انت حاطط رجلك على المكتب؟ مشيت الزبون ليه؟ ما دول هيعمل لي يعني هيشتري مناخير ابو الهول. انت مشيت الزبون؟ انت بتكلم مين؟ بكلم نوجة خطيبتي. ده وقت نوجة؟ لا نوجة ولا سمسمية، عندك شغل وما بتشتغلش ليه؟ بقى دولة بقى، طب ما انا كنت ليل نهار يا دولة شايل البازار ده كله على قفايا كده هون، وانت مش مفتح دماغك معايا يا عم. فتح دماغي اعمل لك ايه يعني؟ انا عايز بقى دولة تزود لي مرتبي يعني،
علشان انا داخل دلوقتي على جواز وعلى مدارس وشغلانه. مدارس؟ انت داخل مدرسه؟ ابننا عنتر مش داخل مدارس بقى. ابنكوا عنتر؟ وكمان نوجه بقى عايزه يتغير سيراميك الاوضه بتاعتها، وانا كراجل لازم اسمع كلامها. ثانيه واحده، سيراميك انا اوضه؟ ايه ده وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. لا يا راجل. ما انا اقنعت نجلاء بالعافيه ان احنا لما نتجوز نسكن بقى معاكم في الشقه. تسكن فين؟ في الشقه بقى انا ونجلاء بقى عندكم. انت ومين؟ انا ونوجه بقى عندكم في الشقه يا دوله. تسكنوا فين؟ عندكم يا حبيب قلبي، في الشقه عندكم.